قبل ما نبدأ ملخص النهارده يا صديقي، لو بتحب محتوى الأفلام وعايز تشوف تلخيصات ممتعة دوس لايك واشترك في القناة. دعمك هو اللي بيخلينا استمر وأقدم أحسن محتوى. ويلا بينا نبدأ الملخص. فيلمنا النهارده بيبدأ بمركب وسط المحيط، وبيكون على المركب دي فين واللي بيكون العميل السري وهو في مهمة رسمية، وفجأة بتظهر سفينة حربية وبتمنع المركب من الدخول للمنطقة وبتهددهم بالضرب لو دخلوا. فالمركب بينسحب، لكن فين بيكون اتعلق في السفينة من غير ما حد يحس بيه. ولما السفينة بتوصل بنلاقي مكان مليان منصات لاستخراج البترول، وهناك فين بيكون استخدم الخطاف وبيمشي على الجدار لحد ما بيوصل فوق محطة البترول. وبيشوف البروفيسور زنداب صانع الأسلحة وهو بيتكلم عن الكاميرا الخطيرة جدا اللي اخترعها، وبيشرح لواحد من العصابة ان الكاميرا دي مهمة جدا. وفين بيصور كل اللي بيحصل وبيحاول يقرب بالخطاف علشان يسمع التفاصيل، لكن البروفيسور بيكتشف وبيأمر العربيات يطاردوه ويخلصوا عليه. وفين بيهرب باستخدام الخطاف وبيزحلق العربيات اللي بتجري وراه باستخدام زيت بيخرجوا من الكشافات، بس عددهم بيكون كبير ووراه في كل مكان. فبيضرب براميل البترول وبيفجرها بالمتفجرات اللي معاه، وبيهرب بسرعة وبينط في البحر وبيحاول نفسه المركب علشان يهرب، لكن السفن الحربية بترصده وبتفتح عليه نار وبتقدر تصيبه. لكن فين بيكون لسه عايش، وكمان قدر انه يحول نفسه لغواصة وبيخرج 4 كاوتشات علشان يضحك عليهم ويخليهم يفتكروا انه غرق. بنروح بعدها لماطم اللي بيستخدم الخطاف علشان يسحب عربية عطلانة ويوديها للتصليح، ومن كلام العربية بنعرف ان بنزين فاس بكاس البستون 3 مرات. وماطم بيفرح وبيجري على القرية علشان يشوف بنزين اللي لسه راجع من اخر سباق، وبنزين بياخده وبيروحوا لمتحف الدك اللي موجود في القرية، وبيتفرجوا على كاس البستون اللي اتغير اسمه وبقى كاس تكتسون. وماطم بيقول له انه لو الدك كان عايش كان هيكون فخور بيه. بعد كده بياخد ماطم بنزين وبيشيل الكاوتشات وبيجروا على قضيب القطر، وبيخضوا عربية نقل ضخمة بالزمارة لحد ما تتقلب على ظهرها، وبيضحكوا مع بعض. وبالليل بنزين بيروح يتعشى مع سالف الفندق بتاعها اللي رجعت ليه العربيات من كل مكان زي زمان. وماطم بيكون جوه الفندق وبيسمع خبر عن عربية اسمها جير بوكس اللي كانت في رحلة حول العالم، واكتشف وقود طبيعي صديق للبيئة واخترع وقود جديد اسمه اولانول. وعلشان يثبت للعالم ان الوقود ده قوي عمل سباق عالمي ودعا فيه اشهر المتسابقين، وقال للمذيع ان البنزين غالي على عكس اولانول، وان كل العربيات في السباق لازم تستخدم الوقود الجديد ده. وبيطلع فرانسيسكو بطل السباق لإيطالي وبيسخر من بنزين علشان مش هيشارك، وبيقول له ان هو اسرع منه بكتير. لكن ماطم بيرد عليه في التليفون وبيقول له ان بنزين اسرع عربيه سباق في العالم وهيكسبه بسهوله. ففرانسيسكو بيستهزأ بيه وبيقول له ان بنزين خايف يدخل السباق. في اللحظه دي بيدخل بنزين ويسلم الفندق وبيشوف اللي بيحصل. فبنزين بياخد التليفون من ماطم وبيستفز فرانسيسكو وبيقول له انه هيشارك في السباق وهيفوزوا عليه بسهوله. وجير بوكس والمذيع واهل القريه بيفرحوا بخبر مشاركه بنزين، وصالة بتطلب من بنزين ياخد ماطم معاه علشان يغير جو لان عمره ما خرج من القريه قبل كده. وماطم بيفرح وبنزين بيغير شكله وبيطبع صوره كاس الدك على جسمه استعدادا للسباق، وبيركب الطياره مع لويجي وجيدو وماطم ومجموعه عربيات وبيسافروا لطوكيو. ولما بيوصلوا ماطم بينبهر بجمال المدينه وبيبداوا حفله استقبال لكل متسابقين السباق. وبنزين بيطلب من ماطم يتصرف بأدب، لكن ماطم مش فاهم وبيتصرف على طبيعته وبيتكلم مع فرانسيسكو اللي بيستهزأ ببنزين. وبيطلع جيربوكس على المسرح يرحب بالجمهور ويشكر المتسابقين. وفي الحفله بنشوف فين اللي بيقابل هولي واللي بتكون عامله سريه هي كمان، وبيطلعوا سوا بالاسانسير وبتقول انهم لسه مش عارفين الكاميرا دي بتعمل ايه بالظبط. لكن الاقمار الصناعيه اكتشفت ان محطه البترول اللي كان فيها فين تحتها اكبر مخزون بترول في العالم، وانهم هيتقابلوا مع عميل سري تاني في الحفله هيصور العربيات اللي مسؤوله عن اداره الحقول دي. في الوقت ده ماطم بيتمشى في المكان وبيجرب الاكل الياباني، وفي اللحظه اللي جير بوكس بيرحب فيها ببنزين ماطم بيجي بيصرخ وبيشرب ميه لان السوشي كان حار جدا وبيحذر الموجودين ان هم ما ياكلوش منه. ففرانسيسكو والمتسابقين بيضحكوا عليه، وبنزين بيتضايق من تصرفاته خصوصا لما ماطم يخرج زيت من غير ما يحس، وده بيبين انه قديم جدا ومحتاج تصليح. فبنزين بيطلب منه يروح يعمل صيانه وبيعتذر لجيربوكس على اللي حصل. وبيدخل ماطم الحمام لكنه بيتفاجئ انه مش حمام عادي، ده مليان تكنولوجيا وادوات متطوره، وبيستغرب لان لاول مره بيحصل له تغيير في الزيت. وفجاه بتدخل عربيه قديمه الحمام وبتغير شكلها وبيظهر انها العميل السري الحقيقي واللي معاه الصور المهمه. والعميل السري بيبعت اشاره لهولي علشان تعرف مكانه، وفعلا هولي بتتحرك علشان تقابله، لكن قبل ما يلحق يقابلها بتقتحم عربيتين من العصابه الحمام وبيهجموا على العميل السري وبيضربوه. وفي اللحظه دي ماطم بيخرج من الحمام بالصدفه وبيعطلهم من غير ما يفهم حاجه، وبيقول لهم نصيحه بريئه ما تدخلوش الحمام ده. والعميل السري بيستغل الفرصه وبيزرع جهاز التتبع في ماطم واللي بيكون عليه الصور الخطيره، وبيهرب ماطم وهو مش واخد باله. وبيصادف هولي بره الحمام وبتفتكر ان هو العميل السري، ولما بتسأله على كلمه السر بيرد عليها صح، فبتتاكد ان هو العميل السري وبتتفق معاه يقابلها تاني بكره في حلبة السباق. وطبعا ماطم بيكون فاكر انها معجبه بيه. اما العميل السري الحقيقي العصابه بتقبض عليه وبتجرب عليه وقود اولانول
اولانول، وبيظهر البروفيسور الشرير وبيشرح ان الوقود ده بينفجر لما بيتعرض لاشعه كهرومغناطيسيه، وبيوروا له جهاز الكاميرا اللي بيطلق الاشعه، وبيبدا يراجع صور العربيات اللي اتصورت في الحفله، ولما يشوفوا رد فعله بيعرفوا ان الجهاز اللي مع ماطم هو اللي عليه الصور، وفجاه بيفعلوا الكاميرا على اعلى طاقه وبيفجروا العميل السري. وهنا بنروح للمعلقين اللي بيشرحوا مراحل السباق العالمي اللي مكون من 3 جولات، والجوله الاولى في اليابان والثانيه في ايطاليا والثالثه في بريطانيا، وبيبدا السباق وبيظهر فرانسيسكو وبنزينو هم في المقدمه. في نفس الوقت فين وجودهم مستغربين وجود ماطم في محطه الصيانه، وفي قلب الحلبه بنزين بيحاول يتخطى فرانسيسكو وبيكلمه ماطم في السماعه وبيقول له فرمل على التراب، وفعلا بنزين بينفذ كلامه وبيعدي من فرانسيسكو وبيتصدر السباق، وبيوصل المتسابقين للاسفلت وفرانسيسكو بيجري بسرعه علشان يوصل بنزين. وفي لحظه مرعبه افراد العصابه بيشغلوا الكاميرا وبيفجروا عربيه وسط المتسابقين، وبيكتشفوا ان ماطم في محطه الصيانه فبيتوجهوا له علشان يخلصوا عليه، وبيجي انذار لهولي ان في تهديد لماطم، والفيلم بيتحرك لانقاذه، وماطم بيسمع صوت هولي في السماعه وبيفتكر انها لسه معجبه بيه وعايزاه يقابلها، وبنزين بيسمع صوت ماطم في اللحظه دي وبيفتكر انه بيكلمه هو فبيخرج من الطريق، وفرانسيسكو بياخد الفرصه دي وبيرجع للمركز الاول، وماطم بيخرج يقابل هولي من غير ما يعرف اللي بيحصل حواليه، والفيلم بيهجم على العصابه وبينقذ ماطم وبيضربهم بالرشاش وبيقدر يهرب، وفي النهايه فرانسيسكو بيفوز بالسباق وبنزين بيجي في المركز الثاني، وهولي بتكلم ماطم وبتقول ان لازم يهربوا لان العصابه عرفت مكانهم، وبيروح بنزين لماطم وبيزعله لانه خسر السباق وبيقول انه مش عارف محتاج مساعدته تاني، وبيتاثر ماطم جدا وبيقرر يرجع لبلدهم، والمعلقين بيقولوا ان في 3 عربيات انفجروا بسبب وقود اولانول، وبيحذروا ان ممكن يكون السبب الحقيقي ورا الانفجارات، وماطم بيركب الطياره وهو حزين ومكسور، وفجاه فين بيظهر وبيكون متنكر في عربيه شرطه وبيقول لماطم انه عميل مخدرات بريطاني وعايزه يجي معاه، واول ما بيبداوا كلامهم العصابه بتطاردهم، وفين بياخد ماطم وبيهربوا سوا وبينطوا من الشباك وبيستخدموا اسلحتهم وبيدخلوا في اشتباك خطير، وبتوصل الطياره اللي فيها هولي وبيركبوا في اخر لحظه وبيطيروا بعيد. في الوقت ده بنزين بيلاقي رساله اعتذار من ماطم وبيفهم انه كان غلطان وبيزعل على اللي قاله. في الطياره هولي بتاخد الجهاز من ماطم وبيكتشفوا صور جديده لكن مش قادرين يحددوا مين هو الزعيم العصابه، فماطم بيحل اللغز من خلال صوره الموتور وبيقول لهم ان الموتور ده قديم جدا وان صاحب الموتور ده مبسوط لانه لسه بيركب قطع غيارات اصليه، والفيلم بيربط المعلومه دي وبيقول لهم انه يعرف تاجر بيبيع قطع الغيارات دي وبيطلب يروحوا باريس، وفي باريس بيقابلوا التاجر وبيوروا له الصوره فبيقول لهم ان هو يعرف صاحب الموتور ده وانه عنده اجتماع كبير في ايطاليا والاجتماع ده بيضم العربيات القديمه، وده بيؤكد ان العصابه هناك، وبيقرروا يسافروا لايطاليا علشان يقتحموا الاجتماع ويكتشفوا الزعيم. وفي القطر هولي بيتغير شكل ماطم لواحد من افراد العصابه وبتجهزه باسلحه متطوره علشان يقدر يتصرف لو حصل اي حاجه، وفي الناحيه التانيه بنزين بيوصل لايطاليا وبيزور عيله لويجي وغيده، وهناك بيحكي لعم لويجي عن مشكلته مع ماطم، والراجل بيقول له كلام من دهب، الخناق بيحصل بس الصديق الحقيقي عمره ما يتساب، واللي عنده صديق احسن من اللي عنده كنز. وبنروح للمعلقين اللي بيعرفونا على احداث السباق وحلبة لندن وبيتكلموا عن جيربوكس اللي بيأكد ان وقود اولانول امن تماما وما فيهوش اي مشاكل. في الوقت ده فرانسيسكو بيبدا يستفز بنزين اللي كان لسه مفتقد صديقه ماطم وبتبان عليه علامات التوتر، وبيبدا السباق وكل العربيات بتنطلق باقصى سرعتها، اما هولي فبتروح للونش اللي شغال مع العصابه وبتبلغه ان في عربيه عطلانه واقفه في نص الطريق وبتطلب مساعدته، وهنا بيتنكر ماطم على هيئه الونش ده وبيدخل مع افراد العصابه وبيقدر يسحب واحد منهم بالخطاف ويدخل معاهم على الاجتماع السري، وبيوصل البروفيسور وبيبلغ العربيات ان الزعيم مش هيقدر يحضر بنفسه، وبيظهر على شاشه التلفزيون لكن مش باين منه غير الموتور، وبيقول لهم ان هو عنده عطل ومش هيقدر يجي، وبيعرفهم ان خطتهم هي الانتقام من كل العربيات الجديده اللي دايما كانوا بيتريقوا عليهم علشان هم عربيات قديمه وما بقاش ليهم قطع غيار، وبيوريهم صور المتسابقين وهم بينفجروا بسبب استخدام وقود اولانول. وفي اللحظه دي هولي بتكتشف مكان الكاميرا اللي بتطلق الاشعه الكهرومغناطيسيه، وفين بيتحرك بسرعه وبيجري على سطح المبنى علشان يوصل ويدمر الكاميرا، وبيوصل فعلا لكن قبل ما يدمرها بيكتشف انها خدعه وبيتسحب بمغناطيس اللي بيثبته في مكانه. وبنرجع تاني للاجتماع والزعيم بيكمل خطته وبيقول ان الناس هتبدا تكره اولانول لانه خطر وهيرجعوا للبنزين، وبما ان العصابه هي اللي بتملك اكبر احتياطي بنزين في العالم فهي اللي هتبقى متحكمه، وبيستخدموا الكاميرا علشان يفجروا مواتير المتسابقين واحده ورا الثانيه اللي بيخبطوا في بعض وبيتدمروا، لكن البنزين بيكمل وبيتفوق على فرانسيسكو وبيوصل خط النهايه وبيفوز بالسباق، والكل بيتصدم لما بيكتشفوا ان مفيش غير بنزين وفرانسيسكو اللي وصلوا، وجيربوكس بيعلن قدام الصحفيين انه مش هيجبر حد انه يستخدم زيت اولانول في الجوله الاخيره. في الجهه الثانيه هولي بتحاول تنقذ فين لكن العصابه بتحاصرها وبيقبضوا عليها هي كمان، وبنرجع لماطم اللي لسه متخفي وسط العصابه وبيشوف بنزين على الشاشه وهو بيقول انه هيمون من اولانول في المرحله الاخيره. وقتها الزعيم بيتصل بالبروفيسور وبيقول له بنزين لازم يختفي، فماطم بيتصدم وبيكسر الجهاز اللي كان مغير شكله وبيكشف هويته، وقبل ما العربيات تهاجمه ماطم بيشغل الرشاش اللي فين ركبهوله وبيضربهم بالرصاص وبيحط
بيتنطط من المكان وبيهرب من البلكونه وبيفتح المنطاد وبيطير، وبيستخدم الخطاف علشان يتعلق بمركب ويوصله لبنزين ويحذره، لكن بيقع من المنطاد وبتوصل له العصابه بيخدروه وبيسحبوه في المقطوره. وبيصحى مارتن يلاقي نفسه مربوط هو وفين وهولي جوه ساعه لندن الضخمه، وبيجي 2 من العصابه بيقولوا له صاحبك خلاص هيموت، وبيشغلوا الكاميرا علشان يقتلوا بنزين. وفي الوقت ده بنزين بيكون في لندن مستعد للجوله الاخيره، وبيلاقي سالي وكل اهل القريه جايين يدوروا على مارتن اللي لسه مرجعش نبع رادياتير. وبنزين بيقرر ينسحب من السباق، لكن سالي بتقنعه يكمل وان هم هيوصلوا لمارتن. وجيري بوكس بيروح لبنزين وبيشكره انه وافق يستخدم اولانول وبيتمنى له التوفيق. والملك يازابيس بتعلن بدايه السباق وكل العربيات بتنطلق باقصى سرعه، وبنزين في المقدمه وفرانسيسكو وراه على طول. وجوه الساعه العصابه بتشغل الكاميرا باعلى طاقه بيوجهوا الشعاع على بنزين، لكن ما بيحصلوش حاجه. فالبروفيسور بيتوتر وبيقول لهم ان هم يستخدموا الخطه البديله، وساعتها بيسيبوا مارتن وهولي وفين مربوطين وبيمشوا. ومارتن بيشغل الرشاش وبيقطع الحبل، وفين بيطلب منه يروح يحذر بنزين وان هم هيقدروا يحرروا نفسهم. وفعلا مارتن بيخرج من الساعه بسرعه وكل بتعكس الاسلاك وتخلي التروس تلف بالعكس، وده بيقطع الحبل وبيحرر فين وهولي اللي بتتحول لطياره وبتنطلق علشان تلحق مارتن. لكن بتتفاجئ ان العصابه سابت مارتن يهرب عن قصد لانهم زارعين قنبله جوه الموتور بتاعه، ولما يقرب من بنزين هيفجروها. وفين وهولي بيطيروا علشان يمنعوه، ومارتن بيكون داخل الحلبه ورايح لمركز الصيانه علشان يحذر بنزين، لكن فين بيكلمه بسرعه بيقول له القنبله جواه كده فورا. وبنزين بيفرح لما بيشوف مارتن وبيروح له علشان يعتذر له عن اللي حصل، لكن مارتن بيرجع بظهره وبيطلب منه يبعد. وبنزين بيقرب منه اكتر والبروفيسور بيضغط على زر التفجير، لكن مفيش حاجه بتحصل، وده لانهم خارج نطاق الاشاره. وبنزين بيتعلق بخطافات مارتن، ومارتن بيشغل النفاثات وبيجري باقصى سرعه وبيخرجوا من الحلبه. وفين بيطرد البروفيسور ويمسكوا بالخطاف، لكن بتيجي سفينه وتسحبهم هما الاتنين بالمغناطيس. وفين بيرمي قنابل لاصقه بتفجر السفينه كلها، وهولي بترجع وبتنقذ مارتن وبتخبط العربيات اللي بتحاول تمسكه. وبيكتشف بنزين ان في قنبله جوه موتور مارتن، وفين بيجي ومعاه البروفيسور وبيطلب منه يعطل القنبله، لكن بيقول انها مش هتتعطل الا بصوت الزعيم. والعبد التنازلي بعد وفضل 4 دقايق بس على الانفجار، والعصابه بتحاصرهم قبل ما يهاجموهم. بتيجي سالي اهل القريه وبيهجموا على العصابه، وهولي بتستعمل جناحاتها وتقلب العربيات، وفين بيربط الباقيين بالخطافات. واهل نبع رادياتير بيهزموا العصابه، لكن القنبله لسه مش قادرين يفكوها لان الصواميل قديمه جدا. ومارتن بيفهم الخطه وبيجري ببنزين وبيشغلوا النفاثات وبيطير في الجو بمنطاد وبيروحوا ناحيه الملكه ايزابيل. والحرس بيحصروا مارتن، لكن هو بيشرح لهم ان جيري بوكس هو الزعيم، وان هو اللي كان نازل منه زيت في الحفله لانه مغيرش الموتور زي ما قال. وبيقول لهم يفتحوا الكبوت، وساعتها بيكتشفوا ان الموتور اللي موجود في سير العصابه هو نفسه اللي موجود في جيري بوكس. وجيري بوكس بينكر الكلام ده، لكن مارتن بيفضحه وبيقول ان هو سمع وهو بيغير صوته في الاجتماع، وبيعترف ان وقود اولانول كان مجرد خدعه علشان يرجعوا الناس للبنزين ويتحكموا في السوق. وقبل ما القنبله تنفجر جيري بوكس بيوقفها بصوته، وساعتها القنبله بتقف والشرطه بتقبض عليه، والملك ايزابيل بتكرم مارتن على شجاعته، وكل العربيات بترجع على نبع رادياتير. وفول تانك بيشرح ان بنزين ما انفجرش لانهم بدلوا الوقود في اخر لحظه بالوقود العضوي الخاص بيهم. وبنشوف سباق جديد في نبع رادياتير، وبنزين وفرانسيسكو بيتسابوا وسط تشجيع الكل، وبنزين بيكرر حركه الدك القديم وبيفرملوا كلهم على التراب. وفي النهايه مارتن بيودع فين وهولي اللي بيشكروه بيهدوا النفاثات كذاكر الرباط فعلا مش عادي. وبكده تكون خلصت رحلتنا المجنونه مع بنزين ومارتن من مجرد سباق عالمي لمؤامره بتهدد سلامه كل المتسابقين. وفي وسط كل ده مارتن العربيه البسيطه اللي كان الكل بيضحك عليها قدر يثبت انه اعظم بطل حقيقي، مش بس على الطريق لكن كمان قدام اخطر عصابات في العالم. والملكه كرمته والعالم كله عرف قيمته، واحنا كمان يا صديقي لازم نكرمه بلايك حلو واشتراك في القناه علشان توصلك اقوى تلخيصات لافلام التطوين اللي بتعشقها. اشوفكم في الجزء الثالث. سلام.